12 سنة. لو حد قالي من شهر إن حياتي تتغير بالشكل ده كنت هضحك وأقول له مستحيل، بس اللي حصل مش طبيعي. كل حاجة بدأت في يوم عادي جدا، أو على الأقل كنت فاكراه عادي. كنت قاعدة في الفصل والمدرسة كانت بتتكلم عن الطاقة الشمسية. فجأة حصل حاجة غريبة جدا، كل الأجهزة اللي حوالينا في المدرسة اتعطلت، المراوح وقفت والأجراس سكتت وحتى الموبايلات ما بقتش تشتغل. الدنيا اتلخبطت والمدرسة قالت لنا متقلقوش يا ولاد، أكيد عطل مؤقت. أنا وصحابي علي ونور ومازن قررنا نروح البيت مع بعض، وإحنا في الطريق لاحظنا حاجة غريبة جدا. كل المدينة كانت مظلمة، لا أنوار في الشوارع ولا أي صوت لعربيات. نور قالت هو في إيه اللي حصل؟ مازن رد عليها وقال يمكن في عطل كبير في الكهرباء. بس علي قال لها حاجة مقلقة جدا، لا دي مش كهرباء وبس، ده أكيد حاجة أكبر من كده. قررنا نكتشف شوية. في وسط الحديقة شفنا حاجة بتلمع بين الشجر، كان جسم غريب جدا. نور قالت ايه ده، وانا قربت منها وقلت شكله مش من هنا خالص. يعني مد ايده ولمسها، وفجأة حصل انفجار نور صغير وكلنا حسينا بحاجة غريبة جدا، كأن طاقة دخلت في جسمنا. بعد ما لمسنا الكرة دي حاجات غريبة بدأت تحصل. علي فجأة بقى سريع جدا لدرجة انه بيجري اسرع من اي حد. نور قدرت ترفع صخرة كبيرة بايد واحدة، ومازن بقى قادر يتحكم في المية اللي حوالينا. وانا لقيت نفسي بقدر اتحكم في النور والطاقة. ما كنتش مصدقة اللي بيحصل، بس كان واضح اننا مش زي اي حد تاني، بقينا مختلفين. قلتلهم طيب وبعدين احنا نعمل ايه بالقوة دي؟ نور ردت ممكن نستخدمها علشان نساعد الناس، بس علي كان خايف وقال طب لو حد عرف ممكن يطردونا او يحصل لنا حاجة. وانا بتكلم سمعنا صوت غريب جدا، كأن في حد بيقرب مننا. بصينا حوالينا وشفنا ظل كبير جدا. الظل طلع روبوت كبير جدا، كان شكله مخيف وعينيه بتلمع احمر. قال بصوت آلي انتوا اللي اخدتوا الكورة، سلموها فورا. قلت لهم احنا لازم نهرب، بس علي رد لا احنا دلوقتي عندنا قوة لازم نستخدمها. وقفنا كلنا واحنا جاهزين نواجه. كنا عارفين ان دي البداية، بس البداية لحكاية كبيرة جدا.